جديدة وأول مرة تشوفوها، بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية جدا. حاجة كده يا جماعة تحفة. الجو دوت مش عايز غير الجمال ده. دي كيكة الكوكونات، كيكة خطيرة وبجد اللي مجربهاش فايته كتير. الجو ده كده مش عايز غير الكيكة زي دي ومعاها فنجان قهوة أو فنجان شاي. خطيرة خطيرة، حلوة جدا، هشة وطرية، والطعم مش قادرة أوصفه لكم. بجد يا جماعة اللي مجربهاش فايته كتير. سهلة وبسيطة جدا. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جهزت طاسة ونزلت فيها كده بكوباية من السكر. أول ما السكر يبدأ يتكرمل كده ببدأ أحرك فيه واحدة واحدة. هنحرك السكر كده بالراحة بمعلقة سيليكون أو بمعلقة خشب، واحدة واحدة لغاية ما يبدأ يسيح ويفك معانا بالشكل ده. طبعا أول ما بيبدأ يسيح كده على طول الأول بيبقى على نار عالية، وبعد كده بخلي النار متوسطة. حبة حبة كده فك معايا، وأول ما يفك معايا باكون محضرة كوباية من المَيّة المغلية. طبعًا أنا ما خدتش الكوباية دي، أنا خدت كوباية إلا ربع من المَيّة المغلية، لازم المَيّة تبقى مغلية. في الأول هتحسّوا إن السكر اتكتّل معاكم، وبعد كده واحدة واحدة السكر بيسيح ويدوب معايا بالشكل ده. أول ما السكر بيسيح كده معايا كنت مجهّزة قالب أو صينية مقاس 28. نزلت كده بكل صوص الكراميل بالشكل ده اللي أنا كرملته على النار، هابدأ كده بفرشة أوزّع الصوص دوّة في الصينية بالشكل ده. مش هادهن الصينية بزبدة ولا زيت ولا أي حاجة، ولا هابطّن بدقيق ولا أي حاجة، هو صوص الكراميل بس. حطيته بقى على جنب، وهنبدأ دلوقتي نجهّز المواد الجافة. والمواد الجافة بتاعتي كانت عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق. طبعًا بانخل الدقيق كويس جدًا علشان يدخل فيه هوا ونفُك أي تكتلات في الدقيق. وكمان هانخل عليه كيس من كيك شيف أو البيكنج باودر، وهاقلّب كده المكونات الجافة مع بعض. كده زي الفل. هاحط بقى كله على جنب. وبعد كده بقى في الخلاط هنبدأ نجهز السوائل. في الخلاط كده هانزل ب4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. 4 بيضات. البيض اللي استخدمته كان البيض الكبير، ونزلت على البيض بمعلقة كبيرة من الخل، ودي مهمة جدًا، ومعلقة صغيرة برضه مليانة من الفانيليا. الخل هنا محسن طبيعي وبيخلّي لي الكيك فاتح جدًا. ونزلت كمان بكوباية من السكر. هاضربهم كويس جدًا كده لغاية ما السكر يدوب وقوام البيض يتقل ويفتح معايا. وكمان هانزل دلوقتي بكوباية ونُص من الحليب الدافي. الحليب يكون دافي مش بدرجة حرارة المطبخ ومش ساقع، لازم الحليب يكون دافي، هيخلّي لي الكيكة بتاعتي هشة ومضبوطة جدًا. وبعد كده نزلت كمان بكوباية من الزيت، وهاضرب المكونات مع بعض كويس جدًا. بُصّوا اللون فاتح إزاي. ضربت كويس جدًا كل السوايل مع بعض، وهانزل بالسوايل كده على المواد الجافة أو على الدقيق بتاعي والبيكنج باودر، واحدة واحدة كده على مرتين أو 3. واحدة واحدة كده بابدأ أنزل بالسوايل واخلطها كده على 3 مرات علشان تبقى الكيكة معايا هشة ومرتفعة وطرية كده وخطيرة. نزلت كده بكل السوايل وهنبدأ بقى نخلطهم مع بعض كويس جدًا. ريحة الكيك خطيرة يا جماعة، حلوة جدًا. كده كل حاجة جهزت معايا. جبت بقى القالب بتاعي اللي أنا موزّعة فيه صوص الكراميل، وهابدأ كده أعيد عليه تاني وبالِفّه كده علشان الصوص يتوزّع كويس جدًا. قبل ما أنزل بالكيك بتاعي كنت مجهّزة كوباية من جوز الهند. كوباية كده من جوز الهند هاوزّعه كده فوق صوص الكراميل بالشكل ده، بشكل دائري بالشكل ده. ممكن تستخدمي صينية عادية مش لازم قالب، بس القالب كمان مخلّيها شكلها حلو أوي. نزلت كده بكوباية من جوز الهند، وبعد كده هابدأ أضغط عليها وأوزّعها كده بضهر معلقة بالشكل ده. مش قادرة أوصف لكم الجوز الهند ده مع الكراميل بيبقى طعمه عامل إزاي. يعني في شبه كبير كده من طعم الشكلّمة. تخيّلوا بقى أنتم بتاكلوا شكلّمة مع الكيك، خطيرة يا جماعة. دلوقتي بقى نزلت بالكيك كده وغطّيت بيه جوز الهند بالشكل ده. وهنا بالإسباتولا بافُك كده أي فقاعات تكون فوق الوش، وباخرّج كده الفقاعات دي على طول بافُكّها كده بخلة شيش طاووق أو بspatula بالشكل ده. طبعًا هنا ما ينفعش نخبط خالص الصينية علشان جوز الهند ما يدخلش مع الكيك وكلّه يخش على بعض. أنا عايزة كل الطبقات تبقى كده محتفظة بنفسها، عشان كده أنا فكيت الفقاعات اللي فوق الوش دي بspatula. دلوقتي بقى حطيت القالب بتاعي ده في صينية أكبر منه، هي الكيكة بتستوى بالشكل ده. وهنحط كمان ننزل بكوبايتين كده في الصينية اللي من تحت، كوبايتين من المَيّة المغلية. علشان صوص الكراميل والجوز الهند اللي من تحت ما يتحرقوش معايا. لازم الكيكة تستوى كده على في جوّه صينية فيها مَيّة.
طبعا الميه ما بتتعديش الحدود، بيبقى يا دوبك كوبايتين كده من الميه. وبدخل الكيكه بتاعتي فرن ساخن على درجه حراره 180 لمده 50 دقيقه. مش قادره اوصف لكم الريحه كانت عامله ازاي، ريحتها خطيره، كانك اول مره تدوقي كيك بالطعامه دي. خطيره يا جماعه. طبعا خرجتها دلوقتي من الفرن وكانت مستويه وزي الفل، وهي سخنه كده. طبعا شلت الصينيه اللي من تحت خلاص مش محتاجاها. هبدأ بقى افك الحروف بتاعتها كده وهي سخنة. ما ينفعش خالص استنى على الكيك لما تبرد، لازم تتقلب كده وهي سخنة. جبت بقى طبق التقديم وبسم الله هنقلب الكيك. خبطت كده خبطتين بس هي نزلت معايا بمنتهى السهولة. طبعا عشان انا دهنة الصينية بالكراميل بيخليها تنزل معايا على طول. بصوا بقى المنظر يا جماعة، المنظر خرافي، تحفة، شكلها تحفة جدا، خطيرة، ولا حاجة لازقة ولا اي حاجة. بصوا بقى المنظر تحفة جدا. لازم تتقلب كده وهي سخنة، لو استنيتي عليها لما تبرد الكراميل تحت هيمسك ومش هتعرفي تقلبيها خالص، وهيمسك كمان في جوز الهند فمش هتعرفي تقلبيها. لازم وهي سخنة كده بنفك الحروف بتاعتها وعلى طول بنقلبها. سبتها كده ترتاح حوالي 10 دقايق وبعد كده هنبدأ نقطعها. بصوا بقى الجوز الهند ماسك كده في الكراميل وخد لون الكراميل واللون خطير. بصوا لون الكيكة من جوه فاتحة جدا، هشة ومرتفعة، ومش قادرة اوصف لكم قد ايه هي خطيرة. هشة جدا وطعمها يجنن، طعمها حلو قوي. وعايزة اقول لكم ان هي مش مسكرة ولا اي حاجة، كان سكرها مظبوط جدا. بصوا قد ايه فاتحة وخطيرة، بصوا هشة جدا. هنبدأ بقى ناكلها كده. خطيرة يا جماعة. الجوز الهند اللي فوق الوش ده تحفة، الكيك نفسها طعمها تحفة. لازم تجربوها وسهلة جدا وبسيطة. اتمنى يكون الفيديو النهارده والطريقه والوصفه عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد يشوف الفيديو ويشوف الطريقه كمان. وما تنسوش بقى تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. دوسي على كلمه متابعه ولايك للصفحه عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.